بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الصادق الأمين. بالنسبة لقضية عبد الله شرفان وللمقطع الأول الذي أرسلناه، قد يكون شديد اللهجة بعض الشيء، ولكن هذا عن مصداقية وحب للخير، ليس إلا لا بتنقيص حد ولا بتشهير لحد أبدا. وبكثر ما كان مزعل الكثير فقد وضح لنا أشياء كثيرة. وضح لنا بأن هناك بعد عبد الله شرفان ناس وقوم وكم من راس وما حد متخلي عليه، وقد سعوا في بعض الطرق ومشوا لكن أغلبها مسكرة. ووجه تحية لعبد الإله شرفان وصلاح السعيدي وسليم العبيدي على طيب كلامهم، وتواصلوا معي وقالوا يا أبو قيس، وضحوا لي بكثير من الأمور ما عاد واجب أننا نذكرها. وصلوا إلى قائد المنطقة الأولى طيمس سابقا وأمور كثيرة، وقالوا لحنا مستعدين وكل واحد عاده جالس على سومه، وأي شخص صغير أو كبير يعني بيحصل حلول أو بيقود القافلة لحنا بعده، ولا لحنا راجعين ولا حد مخليه. هذا للتوضيح. والبعض قد يسأل أبو قيس من يكون ذا يتدخل في شؤون الناس ويتدخل في ذا؟ أنا شخص مواطن عادي والله، ولا أحمل حقد لأي شخص ولا كراهية ولا بيني أنا وأي شخص أي حاجة، إنما صديق طلب مني طلب، وقد يمكن أنزاد عليهم مهرة ذي قال، وخدتها أنا بمحمل جدية وتكلمت. يمكن أني كنت غليظا شوي في بعض الكلام، ولكن هذا حسب ما وضحت لأصحابي. وعبد الله شرفان مثل ما هو أخوكم برضه أخونا، وإن شاء الله في الأيام المقبلة أن الله يفرجها علينا وعليكم ونوصل إلى حلول. وتحياتي وقبلوا العذر مني ويعطيكم العافية. تحياتي لكم.